بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي برنامج حديث الشارع، اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم النهارده ابتسام الصعيدي في لايف جميل وخفيف جدا على قلبكم. عايزين نقول لحضراتكم قول للزمان ارجع يا زمان. عم سامي هيرجعنا لايام زمان في الحاجات الحلوه بتاعت زمان دي، وتعالوا معانا شوفوا الاسعار وشوفوا الجمال بتاعت الحاجات القديمه بتاعت زمان، عاملها ديكورات. تعالوا نشوف كده عم سامي هيقول لنا ايه. مساء الخير يا عم سامي. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير. مساء النور. قول لنا ايه الجمال بتاع الحاجات دي؟ يعني احنا شايفين حاجات جديده عندك. دي حاجات حاجات قديمه بتاعت زمان، بس هي اشتغلت من دول او في دي مشنه كلها معموله من خشب تمر حنه، وكوره معموله من سبت معمول من تمر حنه. السبت ده جميل يعني. سبت ينفع للورد والحاجات والعرايس، ممكن سبيس بيه على الارض. قول لنا كده ده سعره كام؟ ده عامل 80. عامل 80 جنيه. 80. والمشنة دي عامله كام؟ دي عامله 80 جنيه. مشنه بتاعت بتوع السمك وبتوع الفاكهه بيجي ياخدوها، بتوع الارياف بيجي ياخدوه، بتوع العيش. قول لنا كده ايه فايدتهم مثلا؟ خشب ده معمول من تمر الحنه، بيتغسل بالميه وما بيبصي، صحي للحاجه بتاع. يعني لو حطينا السمك مثلا، السمك مهما عمل مهما حطينا فيه ميه مفيش مشكله، ولا تبوظ اي حاجه، ولا يبقع ولا حاجه خالص. لان الحاجه دي كلها صحيه، خشب تمر حنه طالع من الميه من البحر. جميل. قول لنا كمان في كور عندك هنا ايه الكور دي بقى؟ انا شايفه كوره بيتحط فيها لندا، وبيتحط فيها ديكور في البلكونات، في الطرق، في الشقه. ده الديكور كله. جميله قوي. ما بتسحش مثلا؟ لا 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 لا، ده خشب. ما بيحصلش اي ما يحصلش، ده مش بلاستيك ولا حاجه، ده خشب. بدل بقى النجفه حاجه ديكور، بتعلق الديكور كده في الشقه كده، شكلها حلو كده. عايز يرجع لايام عايز يرجع لايام زمان بقى، يجي يشتري الحاجه زي دي وكده ويحطها في الشقه، يرجع لايام زمان بقى وفن ايام زمان. دي عامله 50 جنيه. دي برضه ممكن حاجه صغيره. صغيره، عامله 40 جنيه. دي بقى بتاعت ايه يا عم سامي؟ دي برضو بتحط فيها، بيلفوها بالورد ويزوقوها ويعلقوها، وممكن يحطوا فيها لونه صغيره بتنور وتطفي. قول لنا بقى الحاجات دي برضه بتاعت زمان. دي برضو ده معلش، ده ثبت للعرايس اللي طبعا ده ثبت يحطوا حاجات داخليه، حاجات في الشقه. بكام ده يا عم؟ ده عامل 130. في منه مقاسات بقى اللي هي لا، ما هو ده مقاس واحد. ودي حصيره الجبنه، كلكم عارفينها طبعا. بتوع الجبنه بقى بيجوا ياخدوها. ودي مشهنه كبيره للفطير والحاجات. ايه، ثمنها 150 جنيه. واللي اصغر منها دي شغل زي بتاع الفيوم كده. ده بيجينا من الفيوم، بيجينا من المنوفيه، بيجينا من الشرقيه. حاجات جميله بصراحه. دي عامله 50 جنيه. عايزين نشوف الحاجات دي برضه كده يا عم سامي. دي برضه زي المشنه. دي مشنه برضو عامله 40 جنيه، بتاعت عيش، بتاعت فاكهه. بتوع الفاكهه بيجوا ياخدوها، حاجات صغيره بيحطوا فيها حاجات صغيره. دي مشنه برضو للعيش. دي بكام بقى دي؟ دي ب 20 جنيه، ودي ب 30. دي صحيه برضه؟ كله انا بس مغرقه ميه اهي بشطفها بالميه، ومفيش اي حاجه فيها، بتتغسل. لو حطينا فيها العيش ولا ايوه عن البلاستيكات وعن الحاجات. وده بلاص ديكور بيتحط فيه لندا. البلاط ده يعني بتحط فيه برضه لندا وكله اباجوره كده. زي اباجوره. ده سبت بقى بياخدوه الاطفال بيفرحوا بيه. وده سبت البلكونه بقى عشان خاطر ما حدش يتعب وينزل.
وده يتحط فيه ورد برضه. اي ورد ودب حاجات. انت رجعتنا لايام زمان والله يا عم زين. قول لنا كده يعني الحاجات دي بتجيلك ازاي او انت التجار بيجيبوها لنا احنا بنشتريها، معاملينها من زمان يعني وبيجيبوها لنا احنا هنا وشغالين فيها. بقالك قد ايه في الشغلانه كده؟ سنين بقى، ما نعيش خلاص كبرنا. ما شاء الله ربنا يديك الصحه يا رب. امين. انت على طول في الشغل ده؟ دي موجودة على طول، وعندي فوانيس رمضان وعندي شغل رمضان من داخل اهو. كل سنة وانتم طيبين. اهلا، كل سنة وانتم طيبين. قول للناس معلومات برضه عن الخوص، عن الحاجات ديت. قول لهم معلومات كده يمكن يعني دي حاجات معروفة. لا مش حد يتخوف. لا ما تعودش. دي ممكن يعملها ديكور، ممكن يحط عليها برضو للعرايس، يحط الفطير. هنا برضو دي العيش. في مقاسات منها يعني، دي كبيرة وصغيرة. في كبيرة وصغيرة. دي ب 100. ودي احنا قلنا بكام؟ ب 150. ودي ب 80. الفرق بينهم ايه؟ المقاسات؟ المقاسات. احنا شايفين دي زي دي نفس سعر دي. هي نفس سعر دي. لا بس لا. يعني عشان هي محاوطة. محاوطة. الشغل اليدوي ده بقى يعني بيبقى مستمر هنا في الدرب الاحمر؟ فينا كتير. في ورش. مكانك برضه كده لو حد ينزل يشتري من عندك؟ مكاني هنا بوابة المتولي. اسأل عن سامي الصعيدي يجي يلاقي الحاجات متعلقة جنب باب زويلة بالظبط. عم سامي الصعيدي. انا في سامي الصعيدي. ماشي. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا ست الكل. عايزين نقول حاجات عم سامي جميلة جدا والله، زي ما حضراتكم شايفين ايام زمان بجد، والشغل الجميل العالي بتاع زمان. وعمل لنا كمان حاجات بتتعمل تحف واباجورات، يعني حاجات ممكن الواحد يستخدمها في بيته يبقى عايش عيشه زي الارياف كده. والشغل بتاع زمان القديم. تنصح الناس بايه مثلا لو حب يجيبوا حاجات زي كده؟ يعني ازاي ان هم مثلا دلوقتي بدل ما يجيبوا اباجوره يجيبوا حاجات زي كده؟ هل هم شايفين ان ممكن الاباجوره اقيم واشيك واحسن؟ في ناس ليها فيها يعني، في ناس بتغوى الحاجات دي. كل واحد بيغوى حاجه يعني. في عاملها بطبيعتها مش بتلونها، مش عاملها. لا هي لونها زي ما ده لونها طبيعها. خشب تمر حنه. برضه كله خشب تمر حنه. كل ده خشب تمر الحنه. دي يا جماعه اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي الحاجات الجميله، السبيطه بتاعت زمان والمشنه بتاعت العيش، زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. الجمال والشياكه رجعت تاني من جديد عند عم سامي هنا في الدرب الاحمر. وانت طيب يا عم سامي. شكرا لحضرتك. العفو يا ستي. دي الحاجات الجميله اللي عند عم سامي زي ما حضراتكم شايفين. القفه دي بكام عايزين نعرف؟ 80 جنيه. القفه بتاعت زمان اللي بيشيلها ودنين زي ما بيقولوا اهيت. دي حاجه جميله بتاعت زمان. دلوقتي عاملين منها عاملين زيها اللي هي شنط. يعني رجعت موضه قديمه زي زمان. زي ما حضراتكم شايفين الشياكه والجمال، والوان جميله كمان. شكرا لمتابعه حضراتكم، وان شاء الله في لايف جديد.